أهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. أتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. موضوع حلقتنا النهاردة بنتكلم عن ملكة من أجمل الملوك اللي حكمت مصر، امرأة قوية بمعنى الكلمة، وهي الملكة حتشبسوت. من تكون؟ هي بنت ملك وبنت ملكة، واضطرتها الظروف للزواج من أخوها. ازاي أخت تتزوج من أخوها؟ طيب نحكي القصة وبعدين نحكم في الآخر. وفي بداية القصة بنتكلم ونقول إن كان في ملك اسمه تحتمس الأول، قد تزوج من زوجة من عائلة ملكية وأنجب حتشبسوت. من الزوجة اللي من العائلة الملكية، وكمان تزوج مرة أخرى من امرأة لكنها كانت من عامة الشعب، فأنجبت تحتمس التاني. لكن ما كانش بيحق ليه إن هو يحكم مصر. طيب ليه؟ علشان هو ما كانش من دماء ملكية خالصة. طيب علشان احنا عارفين ان اي شخص كان بيحكم كيميت كان لازم تتوفر فيه بعض الشروط، واللي هي لازم يكون من عائلة ملكية خالصة، او على الاقل يتزوج زوجة من عائلة ملكية. طيب ايه اللي حصل بقى في الموقف ده؟ قام الاب اللي هو تحتمس الاول بتزويج تحتمس التاني من اخته حتشبسوت علشان يحق ليه العرش من بعده. انجبت حتشبسوت بنتها الاميرة نفرورع، وتزوج تحتمس التاني من امرأة تانية من عامة الشعب، وأنجب تحتمس التالت. ما كانش تحتمس التاني ذو شخصية قوية في تولي أمور الحكم. مين اللي كان بيسيطر على البلد ويدير شؤونها وسياستها؟ حتشبسوت هي اللي كانت بتدير البلاد، واتقال إن هي حكمت أكتر من 20 سنة، وخدت كل مقاليد الحكم كلها ليها، وأشركت معاها ابن زوجها تحتمس التالت الجالس على العرش أمام الناس فقط، وكانت بتذكر اسمه مع اسمها، وعدت سنين لحد ما أصبح وجود تحتمس التالت غير مذكور. بدأت بتنشر صورها على جدران المعابد، واللي مش فاهم يعني ايه جدران، يعني حائط يعني. فبدأت بتنشر صورها على جدران المعابد وهي بترتدي مثل زي الرجال، وكمان بتتكلم عن نفسها بصيغة المذكر علشان تثبت للناس ان مفيش حاجة اتغيرت في مقاليد الحكم مع وجود امرأة. كان من بين الموظفين اللي اختارتهم حتشبسوت هو المهندس سنموت، اللي قام ببناء الدير البحري ليها، واللي أشرف على تربية بنتها الأميرة نفرورع، واللي أعلنتها خليفة ليها ولكنها توفيت في سن صغير. يعني حتشبسوت كانت عايزة مين اللي يكمل المسيرة من بعدها؟ بنتها الأميرة نفرورع. طيب بنلاقي على جدران معبد الكرنك ومعبد الدير البحري قصة حياة تلك المرأة القوية، واللي ادعت يعني بمعنى ان هي قالت ان هي بنت الاله رع مش من صلب ابيها، وان الاله بعت زي رسالة لامها علشان تنجب بنت اللي هي طبعا حتشبسوت تحكم مصر. طب بالنسبة لحدود مصر في عهدها كانت ايه؟ انكمشت حدود مصر في سوريا وفلسطين في عهد حتشبسوت. طب ده ليه؟ بسبب سياستها السلمية. من هنا بدأ سكان سوريا وفلسطين بيقوموا بثورات ضد السيادة المصرية في عهدها، لكن هي كانت ذكية وحكيمة وماشية بمبدأ اتقي شر الحليم إذا غضب. وعملت ايه؟ أرسلت حملة ليهم، ما قامتش بأي حملات حربية تانية إلا في الجنوب، فأرسلت حملة لبلاد بونت. بالنسبة للرحلات بتاعتها أرسلت رحلة كبيرة طبعا مشهورة لبلاد بونت، واللي بيقال إن هي الصومال حاليا، للحصول على منتجاتها. طب جابت ايه من هناك؟ جلبت البخور، وجلبت الكثير من الخيرات لمصر، وكمان جابت بعض الأشجار علشان تقوم بزراعتها في حديقة معبدها. بنلاقي نقوش معبد الدير البحري مميزة جدا. معبد الدير البحري بيعد من أعظم المباني والمنشآت ده، بالإضافة لقيمته الفنية والتاريخية والدينية، وبجد هو من أجمل المعابد المصرية اللي لازم تزوروها. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله مع رونيتا بموضوع جديد. سلام.